جميع الأحداث والشخصيات الواردة في هذا المحتوى من وحي الخيال، ولا يروج لأي فكر أو فعل مذكور، وأي تشابه بينه وبين الواقع فهو من محض الصدفة البحتة. يعني مش قوي، شوية. ولا يا احمد، يلا يا ابني عشان مدرستك. إيه انت يالا ما بتردش ليه؟ في ايه؟ صوتي رايح يا ابني بقى بلاش تمثيل بقى الجو، ما تعملش عليا الحبتين دول. يعني ما انا كنت صغير وشبهك وبدعي المرض عشان ما اروحش. انجز، عايز اروح الشغل. بابا، انا عايز اصارحك باخبار مش احسن حاجه في الدنيا. يا ابني ايه؟ انا لا حول ولا قوه، مش عارف اجيبها لك ازاي يا بابا. انت ممكن قلبك ما يستحملش. يا عم انجز، عايز اوديك واروح انا الشغل، يتخصم مني يوم. يا بابا اللي اقوله لك ده اهم بكتير من مجرد 200 جنيه. هديهم لك انا بعدين، بس اسمعني يا راجل. اتفضل يا سيدي قول. انا عندي مشكله عويصه قوي في الغده المفصليه. انا عارف ان الموضوع كبير، عايزك تتمالك اعصابك. انا هبقى كويس، كل اللي انا محتاجه بس يوم واحد اجازه من المدرسه. مشكله في الغده المفصليه؟ مين يا ابني اللي شخصك يا ابني؟ انا امبارح شكيت ان عندي المرض ده، رحت كشفت من غير ما اقول لك انت وماما عشان ما تقلقوش عليا. هتلاقي التحاليل عندك على الترابيزه، بس لو مش هتستحملهم ما تبصش، في مناظر فظيعه هناك. ده انا هموت ده انا قلبي اتفرتك عليك يا قلبي. لا يا ابني الف سلامه، اقعد انت كده اخرتني، ما كنتش اعرف اوديك. والله وضبت الشنطه وكنت على اتم الاستعداد ابدا يوم مدرسي حافل بالانجازات، بس زي ما انت شايف يا بابا الجسد لا يرحم. رايح يا اختار رايح. شكرا يا بابا، شكرا على كونك اكتر شخص مغفل في الدنيا دي. انا خساره في الشهاده الابتدائيه بامانه، المفروض اروح على كامبريدج على طول بالعبقريه اللي انا فيها دي. خلينا نشوف الدنيا جرى فيها ايه اليومين دول. انا اسف، ما خدتش بالي والله. اسف ايه؟ ما تفتح حالة. انت راجل اصلا، اخواتك وعيلتك كلها في ايه يا ابني؟ احنا افتكرناك تعبان مش جاي. اديني الزفت اهو يا عم. شفت اخبار على التلفزيون تسم البدن، تصدق نفسي الحياه، قمت واخد بعضي وجاي. مين الواد الاسيوي الجديد ده؟ بس هو مين؟ دي البت مريم الجديده، لسه ناقله من المدرسه خاصه النهارده. ما تتك على البومبرز قلب اخوك، مش كده؟ اسكت انت بس. انا نفسي نلعب استغمايه قوي. طب ايه، ما تروح تلاغيها هتلعب معانا؟ ايه؟ لا يا اسطى، مش هينفع اللي انت بتقوله ده، احترم نفسك. في ايه يا ابني؟ احنا هنلعب مع بعض. اسكت الله يخرب بيتك، انت ازاي تقول حاجه زي دي؟ شنطتي فيها كتاب دين يا عم والله، وانت سايبني اقول كده؟ انا حاولت اقول لك تحترم نفسك. روح يا عم حط الشنطه دي في اي حته، خلينا نعرف نعيش. خلاص يا عم ثواني. فين البت دي؟ انا اروح اكلمها دلوقتي. حش بطل روح. مين الاسد؟ انا. مين البطل؟ انا. روح يا وحش وما تبصش وراك. ارجع مكان ما جيت يا عجل. السلام عليكم. ايه هنلعب؟ لا يا اسطى، لا ستايلها وحش قوي، ما عجبتنيش من قريب، كانت من بعيد احلى بكتير. من بعيد ازاي يا اسطى؟ انت افتكرتها من بعيد واد اسيوي، لما قربت اتاكدت. ولا اوعى تكون لا يا عم، شخصيتها ملزقه كده، تحس ريحتها حلو. يلا بينا نروح نرازي في العيال الاصغر مننا. يا اسطى احنا اصغر ناس في المدرسه. خلاص يا عم تعالى نحدف طوب على المدير ولا نعمل اي لبش، الواحد حاسس ان هو ما انجزش حاجه خالص النهارده. خلة سنان دي ولا جسمك؟ انت بتكلم مين؟ بكلمك انت خلة سنان، انت رفيع قوي. ماشي يا عم، انت شبه حلم الشواذ وما حدش يتكلم. هي يلا ما ردتش عليه ليه؟ مش من عوايدك يا عم. يا عم غلبان سيبك. بص عجل البراري اللي جاي ده. لا يا اسطى، ده في ثالثه ابتدائي يا اسطى. ايه يا تخين؟ شنطتك فين؟ كلتها دي كمان ولا ايه؟ انت بتكلم مين؟ بكلمك انت يا تخين. هو في حد غيرك واخد 3 بلاطات وهو ماشي؟ انت اتخن واحد في المدرسه دي كلها تقريبا، عشان كلت كل الناس التخينه التانية. ولا انت عبيط ياض، انا في ثالثه ابتدائي يالا. ايوه يعني متخيل بقالك 3 سنين دراسيه تخين مش عارف شكل صوابع رجلك؟ استنى هساعدك انا، شكلهم تخين زيك. اهم حل عني عشان ما امسككش اديك علقه انت وصاحبك اللي شبه البطريق ده. انا مالي يا عم، انا ما اعرفش الواد ده. لا يعرفني كويس قوي، هيمسكك يرنك علقه جامده موت يا تخين، ولا تعرف تعمل معانا حاجه. طب يلا يا ابني من هنا، عشان انا دلوقتي في ثالثه ابتدائي ومش ناقص شغل المعيله ده.
عندي حاجات احسن من دي اعملها. هيكون وراك ايه يعني غير انك تروح تاكل يا تخين؟ يا ابني همسكك انت وصاحبك الفكوا في عيش تورتيه واحمصكوا. حتى الكلام عمال تاكله. يا حبيبي هضربك. انت يا عم ترفع ايدك عشان تضربني يكون الاسبوع الجاي جه، عارف ليه؟ عشان تخين. لا بقى ده انت قليل الادب. انت قصدك ان انا تخين يعني؟ والله العظيم هضربك يا احمد، ولا تعرف تعمل معايا انا جايبك النهارده بخصوص ابنك احمد. في ايه حضرتك؟ مش وقته خالص، احنا مش بنهزر. انا عايز اعرف ابني وشه متدشمل ليه. انا اسف والله، عمال افتكر بس نكت في دماغي يعني، مش قصدي حاجه والله. انجز يا استاذ، قول لي ابني ماله. ابن حضرتك النهارده في الفسحه كان عمال يتريق على واحد عشان جسمه وعلى الرايح واللي جاي. واحد منهم مسكه رنه علقه موت. بص على خلقته كده. بص على خلقته. لا انا اسف، الموضوع ده جد جدا ومش مقبول خالص في الحرم المدرسه. لا ده انت شكلك عبيط. يلا يا احمد يا حبيبي هجيب لك انا حقك. هو ده يا بابا اللي ده شملني يا لاجل ده. خليك هنا انا جاي لك. ايه يا يسري؟ ايه يا حبيبي انت ليه بتضرب احمد ابني؟ ابنك قليل الادب. ايوه عمل ايه يعني؟ ضربك بالنار؟ لا قال لي يا تخين. ما انت فعلا تخين يا يسري حبيبي، حالتك صعبه، انت استحاله تكون طفل. هو قال لي ان انا تخين، قلت له يسكت عشان ما اضربوش، وقعد يزود اكتر من مره ويقل ادبه. خد اللي في النصيب. وما تحلوش انت كمان يا عمو عشان ما اقعدش عليك افطسك. ولا تقعد على مين يالا؟ ده انا فسيك بقلم رصاص. تعبيط، هات لي يا ابني حد كبير اكلمه. يا عمو ابنك قليل الادب واتضرب، خد اللي يستاهله. بابا قال لي اللي يقولك يا تخين اضربه وبعدين روح كل. يا حبيبي قلت لك انت فعلا تخين، انا ابني صريح مش قليل الادب خالص. يلا روح اعتذر له عشان ضربت له. انا اعتذر له؟ انا عايزه هو يقول اسف عشان قال لي ان انا تخين. ده انتوا عيله جحده قوي. احترم نفسك يا تخين يا يسري، احترم نفسك يا حبيبي. على فكره بقى انت عمو قليل الادب وشكل كده هضربك. اضرب مين يالا؟ دي مهزله، انا هرفع عليك قضيه. طبعا زي ما قلت لحضرتك ده فعل ده فعل غير مقبول بالمره بتاتا، وانا هتخذ الاجراءات المطلوبه. اتفضل روح انت وابنك، متشكر جدا. خلي بالك الكدمات اللي في وشي دي الواد يسري جاب لي 15 بلطجي يغفلوني في ساحه المدرسه. ما تقلقش المكان كله مراقب، وشوفنا كل اللي حصل، وشوفنا ال 15 بلطجي هم بيضربوك. طيب هستنى منك اتصال. تعرف تروح ولا يسري مستنيك بره؟ امال الواد احمد عامل معاك ايه؟ الواد بقى صعب قوي، محتاج انه يستثمر لسانه ده في مهنه تديله صلاحيه انه يجرح في البني ادمين من غير ما حد يحاسبه. هو اوريدي عنده المهاره دي، فهيكبر ويتشهر ويكفي الناس شره لحد ما يجي في يوم يتقاعد ويبقى اطيب خلق الله. ليه يا ابني كده؟ اكيد مش الدرجه دي يعني، وانت بتبالغ. ما اي عيل صغير بيبقى شبه الحلوف جلف عشان مش فاهم بس يعني، مش لوحده. مش فاهم. احمد تعال اقعد مع جد شويه لحد ما يجي. ايوه يا جد. ازيك يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ والله يا جد مش ماشي حسب الخطه خالص. ليه بس كده يا حبيبي؟ في انسان بدورين من النهارده سفلتني انا وبابا عشان قلت له الحقيقه. كانوا 15 بلطجي. قلت له ايه انت؟ انه عجل. اوكي. بس يا ابني في فرق بين البجاحه وقله القيمه. يعني ايه؟ والله ما اعرف، انا عندي ضعف نظر اصلا، وهتلاقيني مش عارف بكلم الحيطه وانت ابوك الناحيه التانية. لا يا جد، نظرك 100 انت قدامي ما تقلقش. المهم يا ابني ما تبقاش جليات كده مع الناس واحترم نفسك. ايوه يا جد جليات، بس على الاقل يعني عيني شغاله وابويا معلش يا عم الحاج، ما انا قلت لك الواد ده يروح لجنه تحكيم ولا ناقد، ما ينفعش يقعد وسط بشر عادي كده. حاضر هوديه.